يا طنط ولاء بابا طلع معاش وقاعد في البيت ومطلع عينينا كلنا واولنا ماما، نعمل معاه ايه؟ هقولك، بس قبل ما اقولك ما تنسيش لايك والشير وشويه الزراير اللي حواليا. هنا القاهرة، إلى ربات البيوت. لازم تتحملوه. الاب في الوقت ده بيحس ان كيانه اتهد، ملوش شغل ولا مشغله. الشغل برضو بيحسس الاب بكيانه، دايما حسسوه انه لسه موجود وكلامه مسموع. كان بابايا دايما يقول لي ان الاب لما بيقعد في البيت بيحس ان كيانه اتهد وكلمته مش مسموعه، ملوش لازمه يعني. ولو ان ده غلط طبعا. الاب اب في كل حالاته، وتدوا له هيبته وتستشيروه في كل حاجه تخصكم وتحسسوه انكم هتسمعوا كلامه حتى لو مش هتسمعوه، وما نقولوش غير حاضر يا بابا ونعم يا بابا. كلمه حاضر بتريح على فكره في كل حاجه. عارفه انهم بيبقوا متعبين جدا، بس ده بقى دوركم. اشغلوه باي حاجه تخصكم او حاجه البيت او حتى حياتكم الشخصيه، ولو تقدروا تعملوا له مشروع صغير يبقى خير وبركه. هيشغل بيه نفسه وهينشغل عنكم، وما يقعدش فوق راسكم في البيت رايحين فين وجايين منين، قايمين ليه وقاعدين ليه، داخلين ليه وخارجين ليه. ما هو الابهات لما بتكبر في السن بتتعب مين او بتشغل مين غير ولاده ومراته؟ في ناس بتطلع معاش بتعرف تشغل وقتها ازاي، ما بتشيلش حد همها وبيبقوا مريحين وهادين كده في قعدتهم. وفي ناس يا ساتر متعبين جدا، بيشيلوا عيالهم الهم وزهقانين وزنانين وبيتعبوهم، بيبقوا صعب قوي. انت وحظك بقى، يا طلع اهلك دول يا طلع اهلك دول. في الحالتين ما ينفعش نقول غير حاضر وبس. الكلام ده على فكره للستات والرجاله، في ستات اصعب من الرجاله ومتعبه قوي 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 عن الراجل. بسمع ناس بتقول لي اتعامل مع بابا وما اتعاملش مع ماما. يا ساتر، ماما صعب قوي، بابا التعامل معاه اسهل بكتير. كل الفكره ان الام بتعرف تشغل وقتها زياده شويه عن الاب. الاب حياته بتقف، لكن الام وراها حاجات كتير فبتبقى شاغله وقتها. انتوا بقى وشطارتكم اديهم افكار كتير تشغل وقتهم وتناسب سنهم.